السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة أم دعاء. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، ما خصكم حتى خير، ونتمنى يلقاكم في أحوال جيدة يا ربي. اليوم غنشارك معكم بريوات معمرين بالدجاج تيجو لذاذين رائعين في المذاق ديالهم. نتمنى تجربوهم. سمحوا لي أنا صورت هادو قبل، ولكن الظروف عيانة شوية ما سمحتش ليا باش نحط معكم هاد الفيديو. نبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنايا درت أنايا استعملت غير صدر ديال الدجاج، كل واحد على حسب المتوفر اللي عنده. المهم صدر ديال الدجاجة ولا ديال جوج دجاجات، كل واحد ويستعمل اللي عنده. هنايا ضفتو في الطنجرة وغادي نديرلو العطرية ديالو. هنايا درت طريفات ديال الحامض، اللب ديال الحامض. غادي ندير هنايا القزبر والمعدنوس، قطعتهم من قبل الدجاج باش تيجينا منسم. وغادي نبدا نضيف في العطرية الأخرى. صافي هنايا من بعد ما ضفت القزبر والمعدنوس غادي نضيف عليهم العطرية. عندي شوية ديال الخرقوم أو الكركم، شوية ديال السكينجبير، شوية ديال العطرية ديال الدجاج، شوية البصل، شوية ديال القزبر يابس، وعندي واحد الطامة هنايا ديال الزعفران، ولا ديرو الزعفران شعرة. غنضيف ديك الطويمة ديال الزعفران. غادي نضيف هنايا شوية ديال السمن، تعطي الدجاج ديالنا واحد المذاق رائع تيتواتى معاه. وغادي نضيف شوية ديال السكينجبير طري. ما نكتروش بزاف، غير شوية. تيجو لذاذين هاد البريوات، تيجو بنان بزاف. نتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. راني كل عام تنحطهم معاكم. وضفت واحد العصيرة ديال الحامض وشوية ديال الملحة. وغادي نضيف واحد شوية ديال لاموطارد تيتواتى مع الدجاج، غير شوية، منكترش بزاف. شوية ديال الزيت. وغادي نشرمل الدجاج ديالنا ونخليه حتى تيرتاح لينا. كنتو مزروبين عليه، غادي تنقصوا عليه العافية وتخلوه يطيب عال المهل باش يتشرب ديك العطرية مزيان ويجي لذيذ. صافي هنا كما تشوفوا بعد ما شرملنا الدجاج ديالنا خليته حتى ارتاح لينا، وغادي ندوز باش غادي نكمل باقي العناصر. الدجاج ديالنا كما تتشوفوا هو هذا. غادي نضيف عليه طريفات ديال الحامض مقطع، وعندي البصلة هنايا البصلة شلط تقريبا واحد 4 البصلات هنايا كبار، درتهم في الهشوار. وغادي نضيف تيعطوهم واحد البنة تيعطوها للدجاج ديالنا، واحد خيزوة محكوكة وقرعة محكوكة، تيعطوهم واحد المذاق رائع. وغادي نرد كل يطيب لينا على العافية. صافي هنايا من بعد ما رديت الدجاج ديالنا كما تتشوفوا فوق البوطة، غادي نحاول نقلبو مزيان وتنخليه حتى تيطيب لينا. غادي ندوز هنا باش نوجد باقي العناصر الاخرى. عندي هنايا علبة من الشامبينيون، درت معاها شوية ديال الزيت، شوية ديال الابزار، شوية ديال الملح، وغادي نبقى تنحرك فيها هكا باش نشحرها مزيان. من بعد ضفت عليها واحد الكمية من الزيتون، درتو في الهشوار، طحنتو شوية الزيتون الاخضر.
والدجاج تاعنا كما تتشوفوا طالعة منه واحد الريحة لذيذة بزاف. حيدت الدجاج زولته وبقات هنايا عندنا ديك البصيلة غنبقى نشحرها حتى تتشرب لينا وتتعلك لينا ديك البصيلة. شوفوا هنا كما تتشوفوا ها هي. غنضيف واحد شوية هنا على هاد الشامبينيون مع الزيتون. والاخرى عندي الشعرية الصينية، انا راني رطبتها من قبل على حساب نتوما شحال بغيت ديروا، يا 3 مكعبات يا 2 مكعبات تاع الشعرية الصينية على حساب. المهم باش ما يجيناش معمر غير بالشعرية الصينية، يكون كاين دجاج كل واحد على حساب المتوفر اللي عنده. صافي هنايا الشعرية الصينية ها هي هنايا من بعد ما شحرتها في ديك البصيلة اللي بقات باش تجينا منسمة. اصلا انايا تنرقدها في شوية ديال الماء طيب ومع شوية ديال الملحة وشوية ديال ورق سيدنا موسى باش تجينا ديك منسمة ديك الشعرية ديالنا. صافي هنايا الدجاج من بعد ما قطعته كما تتشوفوا غادي نضيفو على العناصر الاخرى، وغادي نضيف هنايا عليهم الفرماج، فرماج احمر محكوك. غنضيف واحد الكمية من الفرماج احمر محكوك وغادي نخلط الكل جيدا. وغادي نكون موجده الورقه تاعي، ما تنجيب الورقه حتى تنكون موجده هنايا الخلطه عاد تنجيب الورقه باش ما تخسرش ليا. صافي هنايا غادي نخلط الكل جيدا وغادي ندوز باش غادي نبدا نشكل في البريوات ديولي. الورقه ديالي ها هي كما تتشوفوا، غادي نجبد هي اللي بغيت نخدم بيه والاخرى تنخليها في الميكا باش ما تنشفش ليا. ها هي الورقه ديالي غادي اصلا هي دايره ما ناشفاش فيها الزيت، زوينه تبارك الله. هاد السيد تيصايب الورقه وزاله. صافي غادي نحيد الجوانب هنايا، غادي نقطع الجوانب ديال الورقه وندوز باش نقطعهم كل واحد على حساب القياس اللي بغا يدير. اللي بغاهم كبار اصلا هاد المالحين تيكونوا كبار شويه، اللي بغاهم متوسطين كل واحد والقياس اللي بغا يدير. صافي هنا غندوز باش نقطعها. صافي من بعد ما قطعتها تنبدا تنشكل فيها. دائما بالنسبة للمبتدئات الجهة الحرشة هي اللي تتكون من الداخل والجهة الرطبة على برا، دائما باش البريوات تنديرو تيجونا ما بيناش ديك الجهة الحرشة ما تنخلوهاش على برا باش ما تتبانش لينا، تتجي البريوة تجي زوينة وعاطية المنظر ديالها تيكون زوين. صافي هنايا غنبقى مستمرة حتى حطيت هنايا الورقة ديالي، تنعاود ندهنها بشوية ديال الزيت وتنبدا نشكل، نحط الخليط الوسط ونشكل على شكل بريوات
بالنسبة للناس المبتدئات راه ما سرعتش الفيديو هنايا، خليت المراحل كما هي باش تتبعوا المراحل وتستافدوا. إلا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من لي جيم ديالكم والبارطاج مع الأهل والأصدقاء باش تعم الفائدة. صافي كما تتشوفوا تندخل هاد الفائض اللي تيبقى ليا هنايا، تنستعين بشوية ديال الماء مع الدقيق تنلصقهم. صافي دائما تنبقى مستمرة هاكا، راهم ساهلين حتى تنكمل. دائما داك الفائض تنديرلو شوية ديال الدقيق والما. كنت غادي نحطهم معكم شحال هادي ولكن الظروف ما تتسمحش ليا، وسمحوا لي ما صورتش معكم في هاد غير هادشي اللي استعملت اللي صورت من قبل. ما صورتش معاكم لان رجلي ما تنقدرش نوقف بيها باش نصور. المهم تنقضي بداك الشيء باش نصور، صعيب عليا الحال شويه. عرفت التصوير خاصكي هذا، ولكن انا تنقضي الوليدات اللي قديت عليه. صافي غنبقى مستمرة حتى غنكمل الكمية اللي عندي كاملة. صافي هنايا من بعد ما ساليت البريوات ديولي كان هذا هو الشكل ديالهم. بالنسبة إلا بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد تنديروهم في بلاستيكات نسدو عليهم ونحتفظوا بهم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديالهم. أنا دخلتهم غير هنايا غير للفرن، تندهن بشوية ديال الزبدة ودخلتهم الفرن تحمروا لينا عفوا، تيجوا مقرمشين ورائعين. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم. إلى اللقاء.